بص يا صاحبي، في سؤال دايما بيلف في دماغي ومش لاقي له اجابه. احنا ليه مقتنعين ان في رب واحنا عمرنا ما شفناه؟ يعني ايه اللي يضمن لي ان الايمان ده مش مجرد فكره ورثناها وخلاص؟ طيب خليني اسالك سؤال. التفاحه اللي في ايدي دي جت منين؟ من الشجر. والشجر ده جه منين؟ من بذره صغيره اتزرعت وكبرت. حلو. طب البذره دي جه منين؟ مين اللي خلقها في الاول؟ مين اللي عمل القوانين اللي تخلي البذره تكبر وتبقى شجره وتطرح تفاح؟ طبيعي، يعني الطبيعه. ماشي، بس الطبيعه دي مين رتبها كده بالحكمه دي؟ يعني تفتكر حاجه معقده زي دي ممكن تحصل بالصدفه؟ ده حتى الموبايل اللي في جيبك مجرد جهاز معمول من معدن وبلاستيك، محتاج مهندسين ومصانع وبرمجه. يبقى الكون ده كله اتعمل من غير صانع. يعني قصدك ان وجود الخلق نفسه دليل على وجود الخالق. بالظبط. وبص كمان على نفسك، قلبك اللي بيدق من غير ما تفكر، عقلك اللي بيفكر وبيسأل، ده مش مجرد صدفة، ده نظام محكم. بس ساعات بحس اني محتاج اشوف بعيني عشان أأمن قوي. يا صاحبي، انت ما بتشوفش الهوا لكن بتتنفسه، ما بتشوفش الكهرباء لكن بتنور الأوضة، ما بتشوفش عقلك لكن عارف انه موجود. وجود ربنا مش محتاج عينك، محتاج قلبك وعقلك. يمكن عندك حق، يمكن انا اللي كنت محتاج حد يربط لي الافكار دي ببعض. وده دورنا يا صاحبي، نفكر بعض. الايمان مش بس وراثه، ده عقل وقلب وتجربه.